مساء الفل يا بياعين الملابس في مصر والعالم كله. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده قبل ما نبتدي الموضوع بتاعنا او تكملة الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه على طول، وهو البياع الجديد. يا ترى هيعمل ايه النهارده او ايه التاسكات اللي هو هياخدها النهارده؟ كنت حابب اتكلم معاكم في حاجة كده. المفروض ان في اي شغل قبل ما تشتغله بتدور انت مش بتفهم فيه او ما بتفهمش. لا، موضوع الخبرة والاكسبيرينس ده على جنب. انت مثلا متقبل الشغل ده ولا مش متقبل الشغل ده؟ حابب المهنة دي او مش حابب المهنة دي؟ يا ريت لو انت مش حابب المجال نفسه، ده الكلام ده طبعا في اي شغل، يا ريت ما تشتغلوش، يعني شوف شغلانة تانية. ما انزلش الشغل وانا مش حابه، لان ده اكتر مجال احنا بنتعامل فيه مع الناس طبعا. فمش هينفع ان انا اعمل الناس بقرف. ده ده غلط. ده بشوفه كتير طبعا في المجال بتاعنا. حد بيبقى نازل باعتبار ان هو مثلا نازل فترة مؤقتة او بيدور على شغل تاني، فهو مش حابب الموضوع، فبينزل فيه اللي هو مثلا مؤقت او كده. بس دي النقطة اللي أنا كنت حابب أتكلم فيها قبل ما نتكلم في الموضوع. نخش بقى على موضوع البياع اللي هو لسه جديد. هو النهاردة هنحاول إن احنا نديله تاسكات خفيفة كده. وليكن مثلا نديله مش سيكشن بنطلون جينز، لا ده ممكن مثلا ياخد يعني 2 يونت. ممكن ياخد يونت واحد على حسب بقى هو هيبقى عامل ازاي. اليونت فيما معناه انا هعرض لكم صور طبعا فيها اللي انا اقصده بالظبط. هيقدر ان هو يقدر يشد البنطلون او يعمل فولدنج. طبعا واحنا بنعمل فولدنج للجنس، لو دخل عميل في اي وقت، طبعا انت لازم تبقى هيلبر زي ما احنا اتفقنا في الفيديو اللي فات، ان انت هتبقى هيلبر للبياع اللي هو الاقدم منك او السيلر الاقدم منك. هنعمله برضو، يعني هنشتغل على الفولدنج بتاع الجينز، وفي نفس الوقت هبقى مع العميل. تمام كده. على اساس ان انا اعود السيلر الجديد ده ان هو يبقى بيشتغل كذا حاجة في نفس الوقت. ده طبعا هيفيده جدا لو في ترافيك عالي او في زحمة بالبلدي كده. هيقدر ان هو يتأقلم بسرعة مع ان هو يشتغل كذا شغلانة في نفس الوقت. هيبقى في شيء اساسي لازم يعرفه، وهو ان لازم يعرف مقاسات البنطلون وانواعها، انواع البنطلون الجينز اقصد، من اول سكيني لحد الستريت او دبل ستريت. هياخدها بقى بالتدريج كده. طبعا اللي اقدم منه او الاسيستنت اللي في المكان او السينيور او ايا كان البوزيشن الاعلى منه هيعلمه ده. هو لازم يحفظ ده، وهيشوف ايه الفرق ما بين كل مقاس والتاني او كل نوع والتاني. بس ده النهارده كده اللي هيعمله السيلر الجديد. يا رب خفاف عليكم والفيديوهات بتعجبكم. ولو عايزين نكمل انا هكمل طبعا، ان شاء الله يعني. وتابعونا بقى في الكومنتات والفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. وسلام. كان معكم محمد عزب، وده Unstoppable Sellers.